الجزائر تعرب عن موقفها الراسخ والصريح في رفض الاعتراف بالكيان الإسرائيلي أو القيام بأي محاولات للتطبيع معه، اعتبارا هذا الأمر مبدأ ثابتا منذ حصولها على استقلالها الوطني، وتنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية وأساسية بالنسبة لها، حيث ترفض بشكل قاطع أي تعامل مع الكيان الصهيوني الذي تراه كيانا احتلاليا لأراضي الشعب الفلسطيني. وقد برز هذا الموقف الجزائري الرافض بشكل واضح في أعقاب حادثة إدراج عبارة قيام دولة إسرائيل ضمن اختبار تجريبي لمادة التاريخ والجغرافيا في إحدى المدارس الجزائرية. هذا الإجراء أثار جدلا واسعا وردود فعل غاضبة في الأوساط الجزائرية، مما دفع السلطات التعليمية إلى التحرك بسرعة لفتح تحقيق عاجل في الموضوع وتعليق المدرس المعني بالسؤال إلى حين صدور قرار نهائي بشأنه. وقد عبر المسؤولون الجزائريون بشكل قاطع عن رفضهم الشديد لهذا الإجراء، واعتبروه خطأ جسيما لا ينسجم على الإطلاق مع الموقف الرسمي للجزائر تجاه القضية الفلسطينية، كما أكدوا على اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق كل من ثبت تورطه في إعداد هذا الاختبار المثير للجدل. من جانبه حاول المدرس المعني بالسؤال الدفاع عن نفسه، مؤكدا أن هدفه من طرح هذا السؤال كان تسليط الضوء على الجوانب السلبية المرتبطة بقيام الكيان الصهيوني واحتلاله لأراضي الشعب الفلسطيني. وقد انعكست هذه المواقف الرافضة للكيان الإسرائيلي بشكل واضح في ردود الفعل الغاضبة والمنددة التي ظهرت في الأوساط الجزائرية تجاه هذه الحادثة، معبرة عن رفض قاطع للاعتراف بإسرائيل أو أي محاولات للتطبيع معها على المستوى الرسمي أو الشعبي.